مش محتاج بقى أقولك فيه كام بيت اتخرب، وفيه كام زوجة اتطلقت، وفيه كام إنسان نفسيته اتدمرت ومات كمدا وقهرا بسبب الترند اللي لقى نفسه مرمي فيه غصب عنه. ومش محتاج أقولك إن الفضايح بقت أكل عيش، والدوشة بقت مصدر رزق. السلام عليكم. في قصة أوردها الكاتب روبرت جرين في أحد كتبه، ومش هقول اسم الكتاب علشان مش عجباني أفكاره قوي ومش عايز حد يقراه بسببي، بس عايزكم تعرفوا القصة. في عصر من العصور الإمبراطورية الروسية اتحكم بالإعدام على واحد من معارضي الإمبراطور، وكان تنفيذ الحكم ده بيتم في ميدان عام على عينك يا تاجر. وابتدت مراسم تنفيذ الحكم، الناس كلها متجمعة وواقفة بتتفرج. والناس في الفترة دي يا جماعة كانت بتحب تتفرج على أي حاجة عموما، فراغ بقى، ما كانش عندهم سينما ولا مسارح، فكانوا بيستنوا خروجة الإعدام دي من الشهر للشهر. المهم حطوا الحبل في رقبة الزبون وشدوا الدرع، والراجل اتعلق في الهوا، وهوب الحبل اتقطع، والراجل المحكوم عليه بالإعدام وقع على الأرض. فاتضايق جدا وقام قعد ينفض بقى في هدومه وقال لهم: ايه قلة القيمة دي يا جدعان؟ احنا جايين نتعدم ولا جايين نهرج؟ ثم قال قولته الخالدة، وخليك فاكرها بقى علشان هتفرق في الأحداث قوي. قال لهم: شفتوا بقى إن روسيا مش عارفة تصنع أي حاجة ولا حتى حبل المشنقة. في عرف الفترة دي كان أي عطل بيحصل وبيمنع عملية الإعدام كانوا بيعتبروه تدخل إلهي لإيقاف الحكم، أو هبطت عدالة السماء على استاد باليرمو على رأي كابتن محمود بكر الله يرحمه. وكان لازم الإمبراطور يمضي صك العفو ده بنفسه ويطلقوا سراح الشخص اللي كان محكوم عليه بالإعدام مهما كانت حجم البلاوي اللي عملها. بقول لك الحبل اتقطع وإحنا بنعدمه، دي علامة وش إحنا هنكفر ولا إيه؟ راح الضابط المشرف على الإعدام خد صك العفو علشان الإمبراطور يمضيه. الإمبراطور مضض على مضى، مضى على مضض معلش أصلهم شبه بعض أوي. وقع الصك وقال للضابط: كان نفسي أخلص من الجدع ده أوي والله، بس أعمل إيه بقى، أمر الله. وقبل ما الضابط ينصرف الإمبراطور سأله: هو ما قالش حاجة بعد ما الحبل اتقطع؟ قال له: قال إيه؟ قال: شفتوا إن روسيا مش عارفة تصنع حاجة ولا حتى حبل المشنقة. هنا يا جماعة الإمبراطور ابتسم وخد صك العفو تاني وقطعه، وقال له: خلاص، يبقى لازم تثبتوا له العكس. واتعادت العملية دي تاني، بس المرة دي كانت عملية ناجحة. عرفت ليه بقى قلت لك الجملة دي هتفرق في الأحداث؟ علشان دي الجملة اللي كلفته حياته. تيجي بقى نحلل المشهد اللي فات مع بعض. المعارض الروسي ده جايز قوي لو كانت عملية إعدامه بتحصل في غرفة مغلقة مثلا والحبل اتقطع، كان سجد سجدة شكر لله زي بتاعت لاعيبة المنتخب لما بيجيبوا جون، وخد ديله في اسنانه وفرح بالعفو وروح بيتهم. لكن هي الإثارة حصلت بالنسبة له لما شاف المشهد بتحضره ناس كتير قوي، والريتش عالي، وأي جملة هيقولها في موقف زي ده هتفايرل، وكل سكان الإمبراطورية هيشيروها مع بعض، واللي حضر المشهد هيعمل تاج للي ما حضرش، وصاحبنا هيفضل متصدر الترند في روسيا كلها لشهور ويمكن لسنين. فما قدرش يقاوم إنه يقول جملة تعمل ترافيك، بس في وسط الإثارة دي ما خدش باله إن الجملة دي ممكن تكلفه حياته. انت مستغرب إني بوصف اللي عمله أخينا ده إنه ركوب ترند ليه علشان الموقف قديم وما كانش فيه سوشيال ميديا أيامها؟ لأ، ما هو الترند ده موجود من زمان قوي، ده حتى مذكور في القرآن الكريم. والله، بس تعرف ربنا سبحانه وتعالى سماه إيه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. فاكر فيلم 30 يوم في السجن؟ تخيل كده إن فريد شوقي يدخل السجن وسط بلطجية ومسجلين وسفاحين وناس عاملين بلاوي سودة، ولما يسألوا الأستاذ أمشير: وانت جاي في إيه؟ يقول لهم: حرقت شنب واحد. فيبقى فاكهة السجن ويتسلوا بقى عليه في الرايحة والجاية. أهو ده حال الناس بتوع الترند اللي ذكرتهم الآية، رايحين في وسط عتاولة، اللي ما كانش بيصلي، واللي قلبه ما كانش فيه ذرة رحمة ولا بيعطف على الغلابة، واللي ما كانش مؤمن بأي حاجة خالص. ودول داخلين في إيه؟ علشان كانوا يخوضوا مع الخائضين. إيه الصعوبة في إن الإنسان يحط لسانه جوه بقه؟ ما هو ده مكانه الطبيعي أصلا.
والعصر اللي احنا عايشين فيه ده طبيعته ساعدت إن الزيطة تبقى أكبر. ده في ناس كتير قوي على رأي الأستاذ عمر طاهر نجاحهم مرتبط بالزيطة مش بالقيمة. بقينا كل يوم تقريبا بنصحى على ترند جديد، الفنانة دي اتجوزت والفنان ده طلق، المحل ده اتفتح والمحل ده اتقفل. وحتى الموضوع ما بقاش حكر على المشاهير. لو فاكر يعني إن دي ضريبة الشهرة، ده انت ممكن تكون شخص عادي جدا عمره ما حط صورته على الفيسبوك أصلا، وفي خروجه مع أسرته يحصل أي موقف عادي، تتزحلق على الأرض مثلا وتقع، تشد شوية مع كاشير في مطعم ولا سواق ميكروباص، تعمل أي حاجة، أي تصرف طبيعي يعني، حد يصورك، الفيديو ينتشر، تلاقي البلد كلها بتتكلم عنك. بقى شيء مرعب حقيقي. مش محتاج بقى أقولك فيه كام بيت اتخرب، وفيه كام زوجة اتطلقت، وفيه كام إنسان نفسيته اتدمرت ومات كمدا وقهرا بسبب الترند اللي لقى نفسه مرمي فيه غصب عنه. ومش محتاج أقولك إن الفضايح بقت أكل عيش، والدوشة بقت مصدر رزق، لدرجة إننا ما بقيناش نقف عند حرمة أي لحظة. فنان يموت تلاقي كاميرات الموبايلات مرفوعة في وش أهله وأصحابه بدون أدنى احترام لخصوصية لحظة الحزن. واحد بيغرق تلاقي 100 موبايل بيصوروه، وجايز تلاقي إيد أو 2 بيحاولوا ينقذوه. كارثة طبيعية زي الإعصار والزلزال، أو كارثة صناعية زي الحرايق والحوادث، هتلاقي ناس شغلها الشاغل إنها تصور اللي بيحصل. كل ده مش هقولك عليه، أنت أكيد عارفه وبتشوفه، بس هقولك إن الحل بيبدأ من عندك. ما تركبش الموجة مهما كانت عالية، ما تعلقش ولا تتفاعل مع أي ترند تافه، لا بالسلب ولا بالإيجاب. دايما خليك ساكت لحد ما الموجة دي تعدي. مش شرط تصرفك ده يقضي على ظاهرة الترند السخيفة، لكن انت عموما مش مكلف بده. لكن ممكن قوي سكوتك يعفيك من التورط في ذنب كنت هتفضل شايله لحد ما تقابل ربنا وتقف قدامه. ذنب أسرة اتفرقت، أو إنسانة شاركت في الخوض في عرضها، أو واحد تم تصفيته معنويا. سكوتك هيمنع إنك تكون معول هدم لشخص مشهور أو مغمور، أو حتى المجتمع كامل. سكوتك هينقذك قبل ما هينقذ غيرك. فحاول تبدأ بنفسك، لأنك مسؤول عن نفسك وهتتحاسب عن نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أو زي ما قال الإمام الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. وكل سنة وانتم طيبين.